خدي مساحه بقى انت الشاشه والترابيزه دي، انت بقى في نفس الارض هنا في الارض الاول، وبعد كده نبدا بقى بايه بحاجه تانية. النهارده هنعمل لكم روتين ايام الدراسه، وهنصور لكم هنا واحنا بنروق الصالون. اول حاجه احنا فتحنا الشباك كده عشان الهواء، وشاهده هي بتكنس الارض الاول بالنسبه العاديه، بعد كده هنعمل بقى بالنسبه الكهرباء وبتاع في كل مكان. الانتريه بقى هنظبطه وننفضه كده ونمسح الحيطان ونروق الدنيا كلها. بس ما تنسوش يا حبايب قلبي في اول الفيديو كده تسيبوا اللايك وسبسكرايب في القناه لو انتوا مش مشتركين فيها، وتصلوا على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وخليكم بقى معانا وتابعوا الفيديو للاخر عشان تشوفوا هنعمل ايه في الصالون وهنرتبه ازاي. دلوقتي بقى يا جماعه هنكنس دلوقتي البلاط الارض عشان نعرف ننضف هنا على رواق او كده. هنجيب الترابيزه بقى دي هنمسحها عشان تعرف تكنس، يعني نكنسها من تحت عشان بعد ما نكنس احنا برضه هنعملها تاني بالمكنسه الكهرباء عشان نحط السجاد. بصوا يا جماعه طلعوا النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ما تنسوناش في اللايك، كله يتابع الفيديو للاخر ويشوف هنعمل ايه. طبعا التنظيف ده ايام الدراسه، فطبعا احنا قلنا لازم الابناء يشاركوا، وزي ما بيعملوا بره مثلا في دراسه او دروس او برضو ايه يعملوا في البيت، يعني في وقت الفراغ بتاعهم ينظفوا يعملوا كل حاجه في البيت يساعدوا اهاليهم، وربنا برضو بيجازيهم عليه ثواب، يعني ربنا يجازي الجميع يا رب. فاحنا هننضف بقى هنا الاوضه بتاع الانتريه، وشوفوا شكلها مكركب شويه، هنظبط كل حاجه وخليكم معانا عشان تعرفوا. وهنركب الستاير هنا على الشباك، وهنركب هنا هو في طقم هنا غطا للانتريه غاسلين. احنا لسه بنغسله فلسه موجود. هننضف ونفرش بقى السجاده والمفارش والحاجه، وتشوفوا بقى شكلها في الاخر. كده يا جماعه احنا كنسنا. بصي احنا كنسنا في الحاجات اللي هي نعرف نشيل بيها من المكنسه العاديه. المكنسه الكهرباء طبعا هنخش في دقايق صغيره كده. طبعا هنمسح البراويز، الحيطه كلها احنا صفيناها ومسحناها في الاول. طب طبعا هتقولوا ازاي بنكنس بعد كده هننفض؟ لا احنا كده كنا بنكنس بس التراب اللي باين، فبعد كده هنعمل اول مكنسه الكهرباء كمان لو في تراب نزل على الارض. يعني متنسوش يا جماعه اللايك في اول فيديو كده، والسبسكرايب في القناه، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد احنا بنعمله. كمان لو عندكم فكره اي فيديو حابين ان احنا نعمله تقدروا تكتبوا لنا في الكومنت تحت. وده طبعا عاملينه استعدادا للشتاء خلاص، عشان الشتاء خلاص بدأ، فبنعمل الانتريه ونظبطه عشان الشتاء، ونفرش بقى الارض ونعلق الستاير وكل حاجه، هنكمل الاوضه كلها نخليها تمام. دلوقتي بقى هنشغل المكنسه الكهرباء ونكنس الارض بيها بقى ونعمل فما ينفعش وانا بنفض افضل احدث وارزع في الترابيزات وفي الكراسي وفي الحاجه، عشان ممكن تحتينا او في الظهر حوالينا يكون نايم تعبان وكده وبتاع. فزي ما النبي عليه الصلاه والسلام وصانا على فاحنا ناخد بالنا من الحاجات اللي هي ممكن تضايق جارنا او تضايق اي حد، فبنعمل زي ما انتم شايفين كده بالراحه يعني وعلى قد كده، وهنظبطها ان شاء الله كنسنا تحت الكراسي وخلصنا وكده. قبلها كنسنا بالمكنسه العاديه، شلنا برده التراب. فدلوقتي بقى هنكمل معاكم. دلوقتي بقى احنا عملنا طبعا انا والبنات عملنا الغدا والاكل بقى وخلصنا، وقلنا بقى ايه ننضف بقى الاوضه دي عشان نشوف كده ايه اللي ورانا، جاهزه لاستعداد الشتاء. هنفرشها وندفيها ونقفلها ونخليها بقى عشان الشتاء. بقى يا جماعه نمسح الشباك، طبعا مسحناه كله بالريشه. مسحنا بقى احنا البتاع كده كله. الشباك ده لازم كل مره نعمله عشان خاطر طبعا هنا في هوا جامد قوي عشان احنا قريبين من البحر، فالتراب ايه بيبقى جاي عليه جامد. هنا بقى الشارع بتاعنا بيبقى ايه الصبح كده اهو، بيبقى حلو قوي. نقفل بقى الازاز دلوقتي عشان الهوا بيعمل تراب على الازاز، فاحنا على طول اكتر الوقت قافلينه. وهنعلق بقى الستاره. هاتي بقى الستاره بنات، الستاره هاتي يا شباب. هي جبت ستاره هنعلقها دلوقتي فوق. احنا كده خلاص خلصنا الشباك دي، كنا غاسلينها وركبناها في العمود بتاعها، وهنعلقها دلوقتي معاكم على الشباك. زي ما احنا قلنا برضو لازم اهم حاجه الشباك ده يتمسح كل شويه لانه بيدخل تراب جامد. بصوا يا جماعه كده الستاره بعد خلاص ما خلصناها، واحنا اساسا قبلها كنا منضفين الشباك، فكده خلاص الجزء اللي هو دوت تمام. كده الستاره. هنشوف بقى ايه اللي بعد ما خلصنا هنعمل ايه. دلوقتي يا جماعه بقى هنعمل الانتريه هنا دي، هنعمل بقى باقي الانتريه ونرجع لكم تاني عشان ما نطولش عليكم الفيديو. كده احنا خلاص خلصنا الانتريه ونضفناه وعملنا الارض ومسحنا برده الترابيزه دي اللي هي الكذا رف دي. هناخد بقى العرايس. طبعا العرايس دي مغسوله غسلناها وروقناها كده وعدلناها
بقى هنرسمهم بقى على الانتريه دي تتحط فوق ولا تحت؟ من فوق على الكنبه. ايوه كده كده. دي نحط الدبدوبه دي هنا. امم وميكي ماوس نحطه الناحيه التانية ولا نحطه فوق جنب لا حطيها هناك هنا؟ تحت. خدي برضو الدبدوب ده حطيه برضو. ماشي. احنا عايزين الدبدوب ده نحطه فين؟ هنا؟ ماشي. ده حطيه مفيش كده. شوف الحرف في مصر. احنا عايزين هنا بقى نحطه هنا على الكراسي. ماشي تمام. ده يا جماعه الدبدوب بتاع مستر بينز. هو ده الدبدوب بتاع مستر بين. طب الكلبوك ده فين بقى؟ هو ده. ده بيتحط في النص هنا؟ ماشي كده واقف ولا نقعده؟ خليه لا قاعد لورا كده؟ بس نديها ظهره ولا ليه شكله مش باين؟ كده قولوا لنا يا جماعه شكله واقف احلى ولا هو ولا قاعد كده ولا كده؟ بس هيقع لو وقفنا كده. بصي هو نايم كده وشه مش باين اساسا. هو كده بقى. اكتبوا لنا بقى في الكومنتات شكله كده احلى ولا اللي هو تحت. والقلب ده هنحطه هنا ده بس ده نحطه فين هنا؟ حطيه تحت جنبه هنا ماشي صح كده؟ حلو كده حطينا الدباديب وعملنا الانتريه ومسحنا الارض وكنسناها ومسحنا الترابيزه. بصوا بقى يا جماعه احنا هنا مسحنا كل اللي في المكتبه عشان الفيديو ما يطولش عليكم، فاحنا مسحناها وفرشناها كلها عشان خاطر التحف الصغيره دي ممكن تتكسر. فمسحناها كلها وعملناها وهي المكتبه كده في الشكل النهائي كده. المكتبه دي محفوره في الحيطه فعملنا لها، كانت الحيطه دي فاضيه، عملنا لها الازاز ده رفوف كده منها فيها علشان الجناب دي ماسكاها، هي كانت فيها اصلا، فاستغلينا المكان الفاضي ده وعملناه مكتبه وحطينا عليه الرفوف الازاز دي ونحط عليه الحاجه كده. اللي تحت بقى مش عارفين لسه بقى هنعمل فيها فاضيه كده. فنستغلها بقى طبعا نشوف يعني يقولوا لنا اكتبوا لنا في الكومنتات نستخدمها في ايه. فنحط فيها تحت بقى عشان تبقى المكتبه كده المكتبه كده رسمتها من تحت ماشي، لان الحيطه كانت فاضيه واستغليناها ماشي. وهنا برضو الترابيزه دي عليها شاشه تانية فقلنا روقناها برضو وعملناها عشان الوقت عندكم في الفيديو ما يطولش، عشان ما يطولش وما تزهقوش. كده هنمسح الرف اللي تحت ده، احنا مسحناه من شويه كل حاجه بالظبط بس قلنا نعيد عليها كده. والرف اللي تحت خالص ده تسجيل، ده فيه سماعات كبيره. ده بيبقى بسماعات كبيره. ده سماعات كبيره. ده تحت كده في محاولة السماعات بتاعته السماعتين، وده اللي هو التسجيل العادي اللي فوق. وحاطين فوق في الرف اللي فوق بقى الشاشه. فدي الترابيزه ودي المكتبه. فاحنا بقى نمسح الارض ونفرش السجاده دلوقتي كده يا جماعه. بقى فاضل هنمسحها عشان نفرش السجاد. هنمسح بقى كده، حاطين فيها ديتول بقى وحاجات كده معطرات للأوضة. كل ده كنسناه بالمكنسه العاديه الاول وبعد كده عملنا بالمكنسه الكهرباء. فهنمسح ونحط معاكم السجاد. مسحنا كده النص اللي هناك. دلوقتي كده بعد ما مسحناها خلاص وكنسناها وعملناها بالمكنسه الكهرباء هنجيب بقى حوضه السجاد دي ونفرشها نحطها هنا عشان هي خفيفه قوي يعني مش السجاده اللي هي تبقى كبيرة تقيله وبتترب بطريقه احنا جايبينها حافظه دي بس صغيره على اساس المربع الصغير. شايفين شكلها؟ احنا كنا جايبين واحده اكبر كانت نبيتي في ازرق، كنا فرشينها في الروتين اللي هو بتاع تنظيف البيت كنا عاملينه، فهنسيب لكم اللينك في صندوق الوصف. بصوا يا جماعه كيوت قوي، لونها جميل قوي. هادي روز هادي كده. هنرفع الكراسي وننزل تحتيها. ودلوقتي احنا فرشنا بقى الحافظه شايفين؟ ففرشناها في اوضه الانتريه. شايفين رسمتها جميله قوي، بنحبها قوي ولونها هادي وجميل. دلوقتي بقى حبايبي احنا فرشنا اوضه الانتريه وزي ما انتم شايفينها كده هنصورها لكم كلها على بعض، ودي في الاخر الشكل النهائي بعد ما نضفناها وسيعناها وركبنا الستاير ومسحنا الحيطان ونضفنا كل حاجه ونضفنا الانتريه بالمكنسه الكهرباء ومسحنا وفرشنا اللي هي حافظه السجاد دي ومسحنا الارض. ده الشكل النهائي يا جماعه بتاع الاوضه كده خلاص بعد ما خلصناها. هنصورها لكم بقى وتشوفوها بقى وتشوفوها. ده كده روتيننا ايام الدراسه واستعدادا للشتاء، فحبينا نعمل معاكم الصالون. قفلناها والستاير اتقفلت والحاجه كلها. بصوا كل حاجه يا جماعه خليناها بيرفكت، واستاره وركبناها وحطينا السجاد ونظمنا كمان المكتبه. كل حاجه هنصورها لكم بالتفصيل في اخر الفيديو. فما تنسوش يا جماعه تسيبوا لنا رايكم في الكومنتات وتقولوا لنا ايه رايكم في قبل وبعد، وهنستنى رايكم طبعا بيفرق معانا. قبل ما ننهي الفيديو احنا كنا عاملين لايف امبارح، وكل لايف لما هنيجي نعمله بنسال اسئله للفوازير واللي بيجاوبوا علينا من متابعينا بنكتب اساميهم، وكل مره هنكتب الاسامي ونقولها في الفيديو على طول اللي بنعمله بعديها على طول. دي اسماء يا جماعه اللي جاوبوا معانا في هم طلبوا مننا نقول اساميهم في الفيديوهات. اول حاجه مصطفى البغدادي، ده كان على طول طلع الاولاني في اللايف كان على طول بيجاوب معانا يعني. تاني سام لورد يا جماعه بجد كان مجاوب برضه على كل الاسئله.
ونوف كانت معانا على طول، بقالها كذا لايف بتطلع معانا وكانت موجوده منورانا ما على شاء طول في الله اللايفات. كومنتاتها حلوه قوي يا نور. طبعا متابعينا دول كلهم منورين معانا في كل لايف، وبصراحه بنبقى بنشكرهم على وجودهم معانا في اللايفات، وبنبقى سعداء بيهم قوي وهم معانا. فحبينا نقول اساميهم عشان هم طلبوا مننا كده في اللايف، اللي يجاوب على الاسئله بنطلع اسمه في الفيديوهات، وكل حلقه لايف مثلا فيديو لايف اللي يجاوب نكتب اساميهم ونطلعها في الفيديو اللي بعديه. بعد كده ايوتي اللي هي تقريبا ايه كانت معانا برضو بتجاوب. واحنا بنقول اسامي الحسابات، واللي عارفين اسمه بنقول اسمه كمان. في اسامي حسابات مش بالاسم فاحنا هنقول اسمهم. في بعد كده حساب باسم امير الصمت اللي هو احمد، كان عازوم معانا برضو في كل لايف بينورنا وبيجاوب معانا على الاسئله. مين تاني؟ كمان عندنا اكس فيكتور، ده اوائل اوائل الناس اللي جاوبت على الاسئله بجد. وجاوب على اسئله كتير. وسونسون كانت بتجاوب معانا في الاسئله ومنورانا على طول دايما في اللايفات. وشهد احمد برضو كانت منورانا في اللايف بتاع امبارح وكانت بتجاوب معاهم على الفوازير. واتمنى يا جماعه دايما كلكم حتى اللي بيتفرجوا على الفيديو دلوقتي تتابعونا وتتابعوا كمان اللايفات اللي بنطلع. يعني احنا بنطلع على طول لايفات كده كل شويه وبنسال اسئله، وبيبقى يعني اللايف كمان فيه حماس وبيبقى كله اللي بيجاوب، كل متابعينا بيقعدوا يجاوبوا الاجابات واحنا بنجيب لهم اسئله، سواء اسئله بقى في الدين، في مثلا اسئله عامه. دخل كمان اسئله في الكوره عشان في ناس بتحب الكوره قوي. حد طلب مننا اسئله في الكوره، فان شاء الله اللايف اللي جاي على طول هنساله في الكوره. هو لو برضو حساب GFD ده برضو كان الاكونت اسمه كده، بس هو اسمه علي. فكان معانا برضو كان بيجاوب في الاسئله فكان منورنا في اللايف. بعد كده عزوز كان معانا برضو في اللايف. كلهم دول احنا بنشكرهم على وجودهم معانا. وعندنا كمان ام يزن، بجد نورتينا في اللايف بوجودك، وكانت بتجاوب معانا وكانت موجوده يعني في لايفاتنا بكومنتاتك الحلوه ديت. ما تنسوش يا جماعه كل بقى اللي يتفرج على الفيديو يسيب لنا كومنتات ويقول لنا ايه رايه في الاوضه بعد ما عملناها استعدادا للشتاء وفي روتيننا في ايام الدراسه. ما تنسوش يا جماعه في نهايه الفيديو نصلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وكمان ما تنسوش اللايك والسبسكرايب، فعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد احنا بنعمله. بس كده استنونا في فيديوهات جايه. باي باي. باي باي.